بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الفيسبوك على العلاقات الزوجية والأسرية، ومدى التأثير الكبير على العلاقة دي والمشاكل اللي بتحصل في البيوت بسببه. الحقيقة اتكلمنا كمان عن أسباب لجوء الزوج أو الزوجة لهذه التصرفات، والمفروض يتم التعامل الصحيح معها ازاي. كثير من التفاصيل تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. إن شاء الله في هذه الحلقة نستكمل الحوار ونتكلم عن باقي النقاط المهمة والنقاط اللي عليها جدل كبير، زي مثلا بعض الزوجات بيكونوا مصممين على أخذ الباسورد الخاص بأكاونت الفيسبوك الخاص بزوجها، وهو كمان كده بعض النساء بتعمل أكاونتات أو حسابات وهمية على السوشيال ميديا علشان تدخل تكلم زوجها منه، والسبب إن هي عايزة تشوف ويطمئن قلبها هل هيتجاوب مع أي حد من النساء إنهم يدخلوا يكلموه، هل هيكون في تجاوب ولا لأ، هل هي محقة أصلا في تصرف زي ده، وهل لو اكتشفت ان زوجها بيكلم اي حد على الفيسبوك تصرف الصحيح يكون ازاي. هل تواجهه؟ هل تتكلم مع اهله؟ بعض النساء بتهدد بالطلاق او فعلا بتطلب الطلاق. كل هذه التساؤلات والنقاط المهمة هنناقشها باذن الله تعالى مع ضيفتنا الاستاذة خديجة برهان، المستشارة الاسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا استاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ندى، حياك الله أنت ومستمعينك في برنامجك المميز. أهلا وسهلا بحضرتك. نستكمل اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة عن أثر المواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية، والحقيقة عايزة أبدأ مع حضرتك بسؤال عليه جدل كبير وكتير من النساء بالذات بتسأله: هل من حقي إن أنا أحصل على الباسورد الخاص بحساب زوجي على الفيسبوك ولا لأ؟ وهل الزوج بس هو اللي من حقه ياخد الباسورد بتاع زوجته يكون معاه والزوجة مش من حقها؟ طيب هذه صارت من المشاكل العالقة جدا، يعني ما نبغى نقول ما نبغى نقول انه من حقك او مو من حقك، لكن بصفة عامة لما نيجي نتكلم عن مسألة الباسورد للفيسبوك ولا غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، لازم نعرف أن المساحة هنا لازم تكون في مساحة ثقة بين الزوجين. لذلك ما في إجابة قاطعة على هذا السؤال، أنه هل من حق الزوجة أنها تعرف الباسورد ولا من حق الزوج يعرف الباسورد تبع زوجته، لأنه هذا القرار يعتمد على مستوى الثقة والاحترام اللي بين الزوجين. إلى أي مدى هذا الثقة والاحترام موجودة، إلى أي مدى الزوج يثق في زوجته وبيحترمها، والمرأة كذلك في هذه الشغلة يعني. بعدين يرجع كمان عامل ثاني إن رغبتهم الشخصية، انه هم يبغوا ولا ما يبغوا، على اساس نحن ما احنا الاساس انه احنا نبغى نتفادى الخلافات والمشاكل من خلال معرفه الباسورد. وقلنا طالما انه مساله ترجع لعامل الثقه والاحترام الموجود بين الزوجين، معناها كمان لازم نحترم الان رغبتهم الشخصيه في انهم يبغوا يطلعوا بعضهم البعض على الباسوردات ولا ما يبغوا. طبعا ان ممكن الرجل يبغى يعرف الباسورد تبع المرأة، وكذلك المرأة بنفس الناحية، حتى أنهم يشعروا بالراحة والطمأنينة فقط. يعني خاصة المرأة في الغالب لما تطلع الرجل على الباسورد ما هو من الضعف ولا من قلة الثقة في نفسها أو إلى آخره، إنما حتى تشعر هي بالراحة والطمأنينة وتشعر الرجل بالراحة والطمأنينة كمان. هذا الشكل من أشكال إظهار الثقة والاحترام. يعني المرأة ما تقول للرجل هذا هو الباسورد تبعي، هي لأنها تثق فيه وتحترمه أنه ما حيخترق المساحة الخاصة فيها هي. كمان حتى ما يصير سوء فهم، لأن المرأة اليوم لما تقول ما اطلعك على الباسورد حيصير في سوء فهم. ليش؟ عشان ايش؟ اكيد في شيء. اكيد طبعا بالمقابل نفس الشيء عند الرجل، نفس الشيء. بس هو لما بيطلبوا منها يا استاذه خديجه فهو بيطلبه، فبالتالي هي تشعر انه بيشك فيها وكرامتها بقى وفعلا الست هتقول ازاي تطلب مني حاجه زي كده وهو مش واثق فيا كزوجه. ما هو عشان كذا قلنا احنا نعتمد في هذا الكلام كله هو مستوى الثقة والاحترام. يعني اليوم لما الرجل يطلب باسورد
زوجته، لازم نشوف شكل العلاقة الخارجية، شكل علاقة الزوجين كيف هي أساسا، يعني على أي أساس مبنية. هل هي مبنية على عامل الثقة والاحترام وتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا مبنية على الشكوك؟ إذا هي مبنية على الشكوك والظنون، أعطته الباسورد ولا ما أعطته الباسورد، المشكلة قائمة لن تتغير. يعني هذه حجة بس إنه مسألة إنه أنت ما أعطيتي الباسورد أو ما أعطيتني الباسورد، هذه مشكلة. يعني هذه لأي سبب كان راح دائما موجود الشغلة. فهنا دائما إحنا نقول نشوف شكل العلاقة، علاقتهم على أي أساس مبنية. أساسا إذا علاقتهم مبنية على الثقة والاحترام ومحافظة الله سبحانه وتعالى، لن تجدي لا الرجل ولا المرأة يطالب بمثل هذه المطالبات، لأنه هم أساسا عارفين القيمة العليا اللي بانين فيها العلاقة هذه كلها. عرفتي كيف؟ فهذا هي عامل مهم جدا يعني. وفي الغالب المرأة أساسا لما ما تعطي الباسورد هي ما بتبني إنه فقط إنه هو أنت شاك فيه ولا، لكن المرأة تحب إنها كذلك الرجل، يعني عشان ما نكون منصفين، ما نكون واقفين في صف النساء، الجميع يبغى يحافظ على خصوصيته. هي هذه الفكرة. كيف أنت شخص عشانك زوجي أو عشانك زوجتي تنتهكي خصوصيتي في هذا الجهاز أو في آخره. طيب كمان في بعض الأحيان في أمور شخصية الواحد ما بيحب إنه يشاركها الآخرين، مش بالضرورة تكون حرام، مش بالضرورة تكون عيب، مش بالضرورة تكون أي شيء. ممكن أمور شخصية تكون علاقة هذه المرأة مثلا بأهلها، بأختها، في محادثات، في صور، في أيوة. والرجل نفس الشيء مع أصدقائه، مع أهله، مع إذا الأمور كلها صارت مفتوحة، بدل ما ينشغلوا بحياتهم هم حينشغلوا بالخارج كله، لأنه كل صار مفتوح على كله يعني. عرفتي كيف؟ كمان بعض الأحيان المرأة تخاف سوء استخدام المعلومات الشخصية من قبل الزوج يعني، أو كذلك الزوجة يعني. بعض الأحيان الدخول في الخصوصيات ومعرفة الأمور معينة يؤدي بالإنسان إلى الفضول الذي يتبعه إيش؟ البحث والتنقيب. يلا كنا في مشكلة صغيرة صرنا في مشكلة أكبر الآن، لأنه المسألة انتهكت الخصوصيات، مو خصوصية الرجل، خصوصية الرجل والمرأة في من هم موجودين هنا في مواقع التواصل الاجتماعي. فكبرت الدائرة، فصرنا بدل ما احنا اثنين قاعدين نتخانق، قاعدين أكثر من شخص دخلناهم في هذه المعركة اللي ما لها داعي. لذلك القرار هذا متروك للزوجين يقرروا فيه أو يقدروا المنفعة يعني المنافع والمساوئ في الموضوع ده، أني أنا أعطي أو ما أعطي. لأنه في حلول على فكرة، لما الواحد حتى بيعطي باسورد في حل آخر بيسويه، يعني في لف ودوران في الموضوع يقدر الواحد ينجو منه بمثل هذه الأمور. عشان كده شكل العلاقة هو اللي بيحدد، ما في إنه أنا زوجتك لازم تعطي الباسورد أو أنا زوجك لازم تعطي الباسورد، ما في هذا الكلام. بالضبط. فهنا دائما نقول إحنا نحترم شكل العلاقة هذا. تمام. طيب أستاذة خديجة، عايزة أتكلم مع حضرتك على نقطة الحقيقة أصبحت شوية منتشرة هذه الأيام، ألا وهي إن بعض الزوجات، طبعا مش كل إلا من رحم ربي، لسه في ستات عاقلة وفي ستات راكزة وعارفة هي بتتصرف إزاي، بتعمل حساب على الفيسبوك، حساب وهمي باسم أي حد تاني، وتحط صورة مناسبة، صورة لطيفة كده، وتدخل من خلاله تكلم زوجها. طب ليه يا بنت الحلال بتعملي كده؟ عايزة أشوف هل هيتجاوب مع أي حد يدخل يكلمه علشان يطمئن قلبي، وأشوفه هيتجاوب ولا لأ. أول مرة لأ، تاني مرة لأ، وتبدأ هي تتكلمه وتتلاطف معاه وتكلمه بكلمات حلوة رقيقة وما إلى ذلك، وتشوف بقى إن كان هيضعف ويستجيب ولا لأ. رأي حضرتك في التصرف ده إيه؟ وهل هي يعني من حقها إن قلبها يطمئن بهذا التصرف ولا لا يليق أبدا تصرف زي ده؟ أول شيء مسألة ليطمئن قلبي، فلن يطمئن قلبها، لأنه الشيطان طالما دخل بالشكوك والأوهام فحتلاقي 100 عذر وعذر لاستخدام هذه الجملة ليطمئن قلبي. طب ليطمئن قلبك، يلا اطمئنت قلبك في مرحلة أولى، تظهر الشغلة ثانية في الوسوسة، في الشكوك، في الظنون السيئة، تبدأ نفس الرحلة نفس الشيء. فهنا طبعا هذه النوع من الممارسات أو شيء ممارسات غير أخلاقية، يعني ما تليق بالمرأة المسلمة في هذا الجانب، يعني فضلا أنها تكون عاقلة ولا غير عاقلة. يعني المسلم ما يليق بها هذا الظن والشك، إن بعد الظن إثم، والإنسان لما يمشي بالظنون خلاص الظن يؤدي بالإنسان إلى أوهام ويصدقها، فبالتالي يدخل في مشكلة أكبر مما كان يظن يعني.
لكن احنا ايش نقول؟ نحن هذول الفئة من النساء اللي يعني يستخدموا هذه الأساليب الملتوية، ونحذرهم أول شيء، لأنه كل شيء له عاقبة الأمور هذه بالذات فيها سيئة جدا يعني. هذا الشيء أول شيء يعني انتهاك لخصوصية الرجل، أو لحالة الاطمئنان اللي هو يكون عليها لوحده. يعني المرأة لما تتصل اليوم أو تتواصل مع الرجل بحساب وهمي وتسمع يتكلم، على طول أساسا الشيطان من البداية أصلا دخل، والآن يؤكد الشيطان هذه الشكوك. طيب شوفي كيف إنه ويكبر الموضوع، يعني ياخذ بعد آخر. في بعض النساء بيكون ما عندهاش شكوك، ولكن تقول طب لما اشوف كده، مستحيل. لما اجرب اشوف هيتكلم ولا لا. مستحيل. ما هو الشك ما بيجيك بيقول لك انا الشك هذا بيجيك مغلف باشياء كثيره جدا، بتساؤلات كثيره جدا. ومفهوم الشك خلينا نيجي نقول، لو تسالي اي احد ايش معنى الشك، ما عند الناس مفهوم واحد في الموضوع. لكن الشك معناها اني انا ما بثق في الشخص هذا. طيب عندي مخاوف تجاهه، ممكن مخاوف من انه يسوي، ممكن مخاوف من، خلاص هذه هي يعني، ما في أصرح من هذا. فهنا طبعا انتهاك خصوصية الرجل من خلال الحسابات الوهمية تؤدي إلى متاعب ومشاكل يعني في غنى عنها المرأة. يعني الرجل لو عرف الآن هذه اللي قاعد يكلمها ويتلطف معها بالكلام هي زوجته التي كذبت عليه وسوت حساب وهمي وتتواصل معه، كيف راح ينظر لها أساسا؟ ما راح ينظر ترى للجريمة التي يعني تعتقد المرأة أن الرجل ارتكبها، أنه هو شايف أنه في جريمة أصلا، أنه معناه حيفكر هو كمان كيف معناها إذا قدرت تسوي زي كده معناها هي معناها تسوي مع رجال آخرين كده، أو فشفتي كيف داخل الشيطان هتكون كبيرة بقى. خلاص شفتي كيف. فمن اللي تسبب هذا الموضوع كله حالة الفضول وسوء الظن أو المخاوف الغير مبررة من المرأة. كمان هذا السلوك يعزز مسألة الشك وعدم الثقة بين الزوجين. خلاص اللي سوى كذا أول مرة بيسوي كذا ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة. طيب مو معقول. إيش الزواج هذا المبني على المخاوف وعدم الثقة وعدم الاحترام؟ يعني أي نوع من الزواج هذا اللي احنا نبغى نعيش فيه. كمان هذا الشيء يؤدي إنه يصير دائما في سوء فهم ومشاحنات في المستقبل. انت في اليوم الفلاني تتذكر لما سويتي كده، طب تتذكري لما سويتي، طب لو انت لما سويت كده، خلاص وبيبدأ يفقد فيها الثقة في حياتهم العادية بقى، يعني في مصروف البيت، في اي حاجة، في تربية الاولاد، ما يبقاش عنده ثقة فيها، لان هو خلاص هي كسرت الثقة دي. حتى هو الان لما حتى يسوي اي شيء كمان خلاص، حتى هو لو ما عنده اي جريمة حيتعامل مع نفسه كأنه مذنب. عرفتي كيف؟ حيغلط لأنه خلاص فقد الثقة عنده، بيقول أنا متهم ومتهم، خليني أكون متهم وأنا مسوي شيء. فشوفي المرأة هي دفعت الرجل اليوم لارتكاب هذه الحماقات. طبعا احنا ايش نقول؟ احنا إذا كانت المرأة هي عندها الشعور بالشك والظن في سلوكيات زوجها، إنها تتكلم معاه مباشرة وتفصح له يعني عن مخاوفها وعن يعني توقعاتها وعن ظنونها، كله مباشر يعني تكشف كل أوراقها في ذا الجانب. إيش اللي عندها هي؟ ليش؟ لأنه كل ما يكونوا صريحين مع بعضهم البعض في المكاشفات هذه كلها حيقدروا يلحقوا يصلحوا كل شيء. فيما لو في المستقبل ظهر أنه أحد الزوجين هو متلاعب، يكون الطرف الآخر هو أساسا قصر المسافة على نفسه من خلال المصارحة. نفترض الرجل كان متلاعب والمرأة كانت صريحة في الكلام معه، إذا ثبت عليه شيء بالعكس هي تكون إنسانة لن تفقد ثقتها في نفسها بسبب هذه الأخطاء اللي ارتكبها هذا الرجل. لأنه مهم إحنا نكتشف اليوم إنه بعض الأخطاء التي تحدث في الزواج تؤدي إلى فقدان الثقة في الناس وفقدان الثقة في الطرف الآخر. فهتخرج المرأة هنا رابحة نفسها، يعني ما تفقد ثقتها، ما تفقد سوء تقديرها في الأشياء، لأنه هي عالجت الموضوع بطريقة صريحة وواضحة. وإذا هي شافت الموضوع يعني أخذ بعد ثاني حتى يطمئن قلبها هنا مع المصارحة، ممكن تقول له خليني طب أعطيني طب الباسورد تبعك الخاص فيه. طيب كده خلاص بصراحة يعني أنا عندي مخاوفي وشكوكي وكده. طب هو الرجالة بيوافقوا أصلا يا أستاذة خديجة؟ الأزواج هيوافقوا إن هم يعطوها الباسورد بتاعهم؟ ما هي دي المعضلة وهي دي المشكلة اللي بتخلي الستات يعني يلفوا كده. ما نحن عشان كده بنقول شكل العلاقة هو اللي بيقرر هذا الموضوع. شكل العلاقة كيف؟ ما في رجل ولا امرأة حيوافق. حتى المرأة لو جاء الرجل قال لها اليوم أعطيني الباسورد تبعك
ما حتوافق، لانه حتحس انه هو قاعد انت شاك فيا، انت تظن فيا، وانت ما راح تعطيه. لكن شكل العلاقه، قد ايش هم عندهم استثمار في هذه العلاقه، قد ايش هم بيحبوا بعض وبيثقوا في بعض وبيحسنوا الظن في بعض وبيتقوا الله سبحانه وتعالى وبيستثمروا في علاقتهم طويله المدى. هنا العامل هذا قوي جدا في انه يلعب دور انه تفضل الباسورد، خذ الباسورد، اصلا ما حط باسورد كمان، خلي الحساب مفتوح. اللي ما عنده شيء بيخاف منه ما بيهمه. ليش؟ لأنه العلاقة أهم عنده من الباسورد ولا الفيسبوك، سواء للرجل سواء للمرأة. فإن دائما إحنا نرجع نقول في هذا الجانب كله شكل علاقة الرجل والمرأة يلعب دور. كل ما يكون مستوى الثقة عالي والاحترام عالي جدا، هتلاقي إنه ما عندهم مشكلة تجاه هذه الأشياء، بل بالعكس ممكن حتى ما عندهم باسوردات للأمور هذه كلها. وحضرتك قلتي جملة مهمة جدا جدا، اللي ما عنده شيء يخاف منه ما بيهمه. خلاص أنا فعلا ما عنديش حاجة أخاف منها، ومش موجودة على راسي بطحة كما يقال يعني في بعض المجتمعات، مش على راسي بطحة أخاف منها، فبالتالي خدي الباسورد وشوفي، وانت ادخل وخد الباسورد وشوف، أنا ما عنديش أي أزمة. طيب لا قدر الله يا أستاذة خديجة، في حال اكتشفت الزوجة إن زوجها على علاقة بحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خليني أقولك بعض التصرفات اللي بتحصل وبنشوفها. البعض أول حاجة بيقول له طلقني 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 طلقني، وتهدده بالطلاق وهاخد العيال وامشي. أو تقول له أنا هفضحك عند أهلك، وهروح أقول لأهلك وهقول لأصحابك وهعرفهم كلهم الراجل المحترم اللي عامل نفسه بيعرف ربنا، شوفوا بيعمل إيه. أو تبدأ تدخل على السوشيال ميديا عندها على صفحتها، وتبدأ بقى ايه يعني ما بال الأقوام والتلقيح بالكلام والحاجات دي، أو تروح للي هو بيكلمها وتبدأ تتطاول عليها وتقول لها يا خربت البيوت، يا اللي بتعملي كذا وكذا. عندنا أكتر من تصرف بيحصل. رأيك ايه في التصرفات دي؟ وايه التصرف الصحيح اللي المفروض الزوجة تعمله؟ هو في لحظة انفجار المرأة ما نقدر نقول ولا شيء، يعني نخلي القصة تمر دائما ما نقدر خليها يعني القصة تمر بعدين نتفاهم الواحد يقول لها. طبعا بعض الخيارات هنا يعني المتاحة، نرجع نقول شكل العلاقة مهم جدا حتى نقرر كيف يكون شكل العلاج حتى لمثل هذه الأمور يعني. لكن خلينا نقول نحن بعض الخيارات المتاحة للزوجة في هذا الجانب. أول شيء مواجهة الرجل، مواجهته مريح جدا للمرأة، لأنه لازم تواجهه، بس هي المواجهة تكون وهي يعني تبغى تسمع، مو مواجهة اللي تكاشفه وهي متأكدة أنه مسوي، فبالتالي ما حترغب تسمع أي شيء ولا أي شكل من أشكال التبرير، ولا المضي قدما في اتخاذ إجراء أو اتخاذ حلول أو اتخاذ خطوة تجاه ما تريده. فهنا المواجهة تحدث مباشرة عن مشاعرها، عن ما حدث، وتطلب تفسير يعني إيش اللي صار، تسمع منه. طيب خلاص ما في داعي تكون هي الحكم والقاضي والمجني عليه وكله مع بعضه، تسمع وتسمع التفسير. احنا الستات برضه بعض الستات مش بتوصي استاذة خديجة انا الحكم وانا اللي زعلانة وانت هتصالحني وانت الغلطان وانت كل حاجة. ايوه كله المصيبه يعني، بس باقي نعلق حبل المشنقه يعني الرجل مسكين. فهنا طبعا لازم تطلب التفسير بشكل واضح منه لما حدث من هذا التصرف والتبرير، لكن بشكل موضوعي، تتقبل الموضوع، مو يفسر لها وهو صادق وهي تبقى في مسألة الاتهامات، لأنه هذه كمان مشكلة، يعني معناها هي ما زالت في شكوكها، فبالتالي إبقاء في ذي العلاقة هو يعني هدر للوقت، يعني معناها الطلاق ده أو خراب البيت ده جاي في الطريق، لأن الرجل حيقدم دائما مبررات لسلوكياته إذا هي ما تقبلت التفسير تبعه. كمان عندنا من أحد الأشياء ممكن المرأة تأخذ بعض الوقت للتفكير. طيب تفكر في مشاعرها وخياراتها، بدل طلقني طلقني، يعني الكلمة هذه العظيمة جدا زي مسألة الطلاق، الزواج يعني كلمة كبيرة جدا، صارت يعني صراحة مع الأسف الشديد فاكهة المجالس، يعني في جلسة الناس يتزوجوا في جلسة يتطلقوا، ما أصبح لها قيمة يعني. فإن المرأة العاقلة تفكر، ما في مشكلة، خلي فورة المشاعر موجودة، تأخذ وقتها، تأخذ وقت تفكر في قرارها، في مشاعرها، في خياراتها، في كل شيء، وتحسب المنافع والمساوئ في الموضوع، وما الذي تستطيع إنقاذه وما الذي لا تستطيع إنقاذه، وإيش تبغى وإيش ما تبغى في ذي العلاقة، قبل ما تفتح فمها وتقول طلقني، لأنه الكلمة هذه كلمة كبيرة. إذا طلقها مشكلة، وإذا ما طلقها مشكلة، يعني في الحالتين مشكلة.
فالمرأة المتزنة العاقلة الآن في وقوع هذه المصائب يجب أنها تفكر، تأخذ وقتها مع مشاعرها أول شيء، بعدين تبدأ تفكر وتتخذ القرار اللي هي يناسبها ويشعرها بالراحة والطمأنينة، لأنه أصل في الزواج هو تحقيق السكينة والطمأنينة والإحساس بالأمان. إذا هذا ما يتحقق هذه مشكلة كبيرة جدا نحن فيها. كمان احنا عندنا بعض الحلول اللي هي نحن طلب المساعدة من المختصين، يعني المستشارين الأسريين في العلاقات الزوجية، حتى يساعدونا نحن نشوف النقط العمياء. بعض الأحيان في العلاقة الزوجية وفي المشاكل في نقطة عمياء ما حد بيشوفها. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هذه النقطة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جاء قال لنا عليها شيء، يعني إذا خفتم شقاق أحدهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذول الحكم دول الناس اللي من أهل الزوج العقلاء وأهل الزوج العقلاء، لما يدخلوا هم بيشوفوا النقطة العمياء اللي الرجل والمرأة أثناء المعركة هذه ما هم شايفين على الإطلاق. طبعا في غياب هذا الشيء نحن موجود إيش هو المستشارين الأسريين، مستشارين العلاقات الزوجية والنفسية وإلى آخره. هم هنا بيجوا بيحاولوا بيفهموا الطرف الآخر القصة كيف هي تبدو في الحقيقة، وليس كيف هي تبدو في ذهن الزوج أو الزوجة. طيب، ويساعدهم في اتخاذ القرار المناسب المتزن في هذه الأمور. فبالتالي يجب أن المرأة في هذه الموجة من الشعور السلبي اللي هي فيه من الظن أو من الحقيقة أو إلى آخره، أنها تتصرف بعقل وحكمة وهدوء عشان ما تتخذ قرارات نتيجة ردود فعل متسرعة وغاضبة وبعدين تندم عليها، لأنه في 100 حل. يعني الطلاق ده مش الحل الأول، في حلول كثيرة جدا. دلوقتي في نساء كسر الحقيقة مباشرة بيعرفوا مين الست اللي بتكلم جوزي وتبدأ تتكلم معاها، بيتكلم معاها بحكمة، يعني بلاش تعملي كده انت بتخربي بيت، وتبدأ تتكلم بطريقة كويسة. والبعض الآخر بيبدأ يهددها إن ما كنتيش هتبعدي عن جوزي أنا هعمل وهسوي وهفضحك على السوشيال ميديا وما إلى ذلك. الفكرة نفسها اللجوء للطرف الثاني اللي بيتواصل معاه الزوج، هل ده يعتبر حل من الحلول اللي ممكن نلجأ ليها؟ ونحن قلنا المرأة لا تتعامل مع الرجل كأنه طفل، هي تقرر عنه. يعني ماشي كلمت المرأة الأخرى وقالت لها وإلى آخره، طب ما الرجل حيروح لامرأة أخرى، هل حتظل طول عمرها تتتبع هذا الرجل؟ طب أهدافها في الزواج دي راحت، يعني طب فين الأولاد في البيت، فين نفسها، فين طموحاتها، فين أهدافها، فين هي كله؟ يعني الرجل معناها مو حاسس. هنا دائما نقول نحن يعني من الأشياء المهمة جدا عدم إدخال طرف ثالث، لأنه هذا الرجل رجل بالغ وعاقل وراشد. شكل العلاقة مهم، إذا علاقته مبنية على الثقة والاحترام ومخافة الله سبحانه وتعالى، كلامها هي مع زوجها وليس كلامها مع الطرف الثالث أبدا. الطرف الثالث ما له علاقة في الموضوع هذا كله. كلامها دائما يكون مع زوجها في هذه الأمور، واستيضاح الأشياء اللي هي تشك فيها وعندها المخاوف وعندها كل الكلام مع هذا الرجل، لأنه المفروض أنه إحنا بنستثمر في الزواج ما بنستثمر خارج الزواج. فبالتالي عملية حماية الرجل كما لو أنه طفل وأنه أنت بتخرب البيت وأنه ما في أي فائدة منها. يعني أنا لا أجد لها أي مسوغ ولا أي مبرر، لأنه الطرف الثالث ببساطة راح ترد، يعني تقول لك هو اللي قاعد يمشي وراي. بالظبط، بيبقى في كمان تبادل للإهانات، وممكن هي تقول لها طب ما انت لو انت كويسة مع زوجك ما كانش بص بره. بالظبط. نصيحة أخيرة وسريعة من حضرتك يا أستاذة خديجة لأي زوجة بتتعرض للموقف ده تنصحيها بإيه؟ أول شيء التواصل الصريح والصادق مع الرجل، تصدق مع الله سبحانه وتعالى هذه المرأة فتصدق مع زوجها في هذه الأمور. التواصل الفعال بين الرجل والمرأة في هذه الجوانب مهم جدا بوضوح وبصراحة، لأنه يوفر علينا عناء كثير جدا، سواء بالذات للمرأة من الناحية النفسية والاطمئنان يوفر عليها. كلما صارحت الرجل وكاشفته هي بتعرفه إيش اللي بتعرفه وإيش اللي تشعر فيه، فبالتالي بتترك موضوع أو مسؤولية اتخاذ القرارات وضبط سلوكه لنفسه، هي لن تمارس عليه هذا الموضوع. الثقة والاحترام، يجب أن يظهر الزوجان الثقة والاحترام الكبير جدا لأنفسهم أول شيء، ثم لهذه العلاقة ولهذه السلوكيات والممارسات. وضع حدود، معرفة الحدود الطبيعية لكل واحد، حدود المرأة مع زوجها، حدود الرجل مع زوجته، يجب أن يكون واضحين جدا في وضع الحدود، خاصة أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة عدم قضاء وقت طويل في هذه المواقع، إنما استثمار في العلاقة أني أنا أقضي اليوم وقت طويل جدا مع زوجي أو زوجتي، لأنه هذه هي الرحلة الحقيقية وليست السوشيال ميديا. فدائما لما يخصصوا وقت أنهم يقضوا مع بعضهم البعض وقت نوعي ومميز، هذا يخلي مسألة الشكوك يعني تغيب تماما.
حتى لو لاحت هيكون برضو دائما في المصارحة والمكاشفة والاحترام ممتاز. والثقة المتبادل مم. علاج لهذه الأمور. أشكرك جدا في النهاية الأستاذة خديجة برهان، مستشارة الأسرية ولايف كوتش، على هذا الطرح المتميز كعادة حضرتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا وبيوت المسلمين جميعا مليئة بالتفاهم وبالود وبالمودة والرحمة. بإذن الله نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج قوارير، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.